لما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال له: يا رسول الله، إننا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الدين، فهل بعد هذه النعمة من شر، أو بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، أما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وفي الحديث: يوشك أن يكون خير مال الإنسان غنم يرعاها في رؤوس الجبال يتتبع بها مواقع القطر يفر بدينه.